إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يقدم لكم الزميل أحمد الجزء الأول من اللقاء الذي أجراه مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. دراسة بحثية لموقع الجزيرة نت تقول إن الصحافة الإريترية تواجه صعوبات جمة في الداخل والشتات. رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم يوقع اتفاقا مع بعض قيادات الحركات المسلحة ينص على علمانية الدولة في السودان. ومقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في تحطم طائرة مروحية، والمرشد يكلف نائب الرئيس بتولي مهام الرئيس لحين إجراء انتخابات في البلاد. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال موقع الجزيرة نت إن الصحافة الإريترية تواجه صعوبات جمة في الداخل الإريتري وفي دول الشتات التي يتواجد بها الإريتريون، مؤكدا أن السيطرة الصارمة للسلطات الإريترية على المجال الإعلامي وضعت الصحفيين في إريتريا أمام خيارات صعبة أسهلها الفرار إلى خارج البلاد ومحاولة إيصال صوتهم ورسالتهم إلى جمهورهم في أرض الوطن. وأضاف التقرير إلى أن أهم التحديات التي تواجه الصحفيين الإريتريين في الخارج تتمثل في صعوبة الحصول على مصادر الأخبار من الداخل الإريتري، ويعزو ذلك إلى ضعف الإنترنت وعدم إتاحتها للجميع، والرقابة الشديدة على مستخدميها، إلى جانب الخوف المسيطر على الجميع، وهو ما يجعل الوصول إلى المصدر الموثوق معضلة كبيرة، وذلك لأن إرسال المعلومة للخارج يعتبر مهمة شاقة تمر عبر سلسلة من عمليات وإجراءات معقدة، مضيفا إلى أن التحقق من المعلومة من طرف ثالث يعد ضربا من المستحيل. وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من كل هذه العوائق إلا أن هنالك تجارب محدودة نجحت في الوصول إلى الجمهور في إريتريا ووضعت بصماتها الخاصة على المشهد القاتم، مضيفا أن إذاعة إرنا التي تبث من فرنسا هي إحدى التجارب التي نالت اعترافا دوليا وحصلت على العديد من الجوائز، من بينها جائزة المؤسسة الإفريقية لتطوير الإعلام للشجاعة في الصحافة للعام 2020، تقديرا لشجاعة راديو إرنا ومثابرته في مجال الصحافة للإريتريين. ونقل التقرير عن الصحفي فتح عثمان قوله إن إرنا استطاعت بناء مصداقيتها عبر التدقيق في نشر الأخبار وعدم السعي وراء السبق الصحفي بقدر التأكد من الأنباء عبر مصادرها الخاصة قبل النشر، وأن أهم أسباب نجاحها سعيها منذ البداية تجاوز العوائق التقنية المرتبطة بالحالة الإريترية باختيارها العمل على البث الإذاعي القادر على الوصول إلى كل بيت من خلال موجات بث الأقمار الصناعية وموجات الFM. وذكر التقرير بأن كل ما سبق منح إذاعة إرنا القدرة على الاستمرارية منذ بدئها في عام 2009 وحتى الآن، حيث تعمل على تغطية القصص الإخبارية السياسية والقضايا الاجتماعية والشؤون الاقتصادية للإريتريين داخل البلاد أو في الشتات. وقع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك اتفاقا مع قائدي حركة تحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو
وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور اتفاقا سياسيا في العاصمة الكينية نيروبي يفضي إلى دولة مدنية علمانية. ونص الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روت الاثنين الماضي على إنهاء الحرب وتأسيس دولة علمانية تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير للجماعات السودانية في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني وبقية مبادئ الإعلام في الدستور الدائم للبلاد وفق ما ذكر صحيفة الشرق الأوسط. وحث إعلان نيروبي الأطراف المتحاربة على الالتزام بمسؤولياتها أمام القانون الدولي الإنساني بإزالة جميع المعوقات أمام العون الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر دول الجوار وخطوط المواجهة لإيصالها إلى كل المواطنين دون عوائق في مناطق النزاعات، بجانب توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقل الإنساني من المنظمات الدولية والمحلية. وعلى الصعيد الميداني أعلن الجيش السوداني الاثنين إسقاط مسيرتين لقوات الدعم السريع في منطقة الفاو كانتا تستهدف مقر القيادة العسكرية للجيش في المنطقة. ووفق موقع السودان تريبيون قام الجيش السوداني بقصف مواقع الدعم السريع في ولاية الجزيرة بالمدفعية الثقيلة للمرة الأولى منذ سقوط الولاية تحت سيطرة الدعم السريع في ديسمبر الماضي. شيعت إيران أمس الثلاثاء الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما، والذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة مروحية بسبب الأحوال الجوية. وكان التلفزيون الإيراني الرسمي أعلن الاثنين وفاة رئيسي ووزير خارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى طاقم الطائرة في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية، وذلك أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. واستطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى حطام المروحية بعد 15 ساعة من البحث المضني. واستعانت السلطات الإيرانية في عملية البحث بمسيرة بيرغدار التركية المزودة بأجهزة مطورة في تحديد الرؤية الليلية ومرتبطة بأجهزة اتصالات تعمل عبر الأقمار الاصطناعية. وبعد أقل من ساعتين من إعلان وفاة الرئيس ومرافقيه، أصدر المرشد الإيراني علي خامنائي أمرا بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه محمد مخبر مؤقتا على أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما، والتي تم تحديد موعدها في 28 من يونيو القادم. من جهة ثانية، وجه رئيس الأركان محمد باقر تعليمات بفتح تحقيق في أسباب الحادث. هذا ويأتي حادث مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في وقت تواجه فيه إيران تحديات وضغوطات من الغرب على خلفية دعمها للجماعات المناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ومن بينها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا نرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الأول من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير في حلقات البرنامج القادمة بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، متابعي إذاعة إيرينا الدولية في باريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات، ولا نزال نتابع أفراح الاستقلال وتساؤلات الاستقلال. لا نبالغ إذا ما قلنا كذلك أحزان الاستقلال وأفراح الاستقلال. للحديث عن هذا خير من يتحدث عن ذكرى الاستقلال وتساؤلاته أحد الذين كانوا فعلا حقيقيا داخل الأراضي المحتلة وداخل في ميادين الثورة، وكذلك حتى في أرض المستعمر الإثيوبي.
المناضل الأستاذ البشمهندس إبراهيم قدم. ولما نقول الأستاذ إبراهيم قدم رجل معروف والمعروف لا يعرف، أهلا بك أستاذنا وقائدنا ومرشدنا الأستاذ إبراهيم قدم في هذا اللقاء. مرحب بك وكل سنة وأنت طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. فرصة سعيدة أن أكون في لقاء عبر إذاعة رينا، وده بالنسبة لي شرف كبير، يعني أن أشارك مع الشعب الإريتري هذه يعني الواحد يحاول حيوصفه كيف ما بيعرف، لأنه هل يفرح أو هل يحزن كما أسلفت أنت في المقدمة يعني. لكن خليط من أو مزيج من الفرحة بالحزن يعني. شكرا، وأنا أرجو أن أكون مؤهل للرد على التساؤلات التي نحاول أن نوضحها للشعب الإريتري من عبر قناة إرينا يعني. شكرا. بارك الله فيك أستاذ إبراهيم. طبعا نحن لا نتجاسر أن نسأل حضرتك، ولكن أنا أحاول أن نتحاور وفي نفس الوقت نسمع شهادتك على العصر. أستاذ إبراهيم، طبعا أنت من الستينيات، سواء كان انتماء وجدانيا وفعلا برضو أنت طالب في إريتريا وفي إثيوبيا كذلك في الجامعة، وشكلتم خلايا وطنية كبيرة جدا. أستاذ إبراهيم، بالرجوع إلى الذاكرة، هل كنت في يوم من الأيام متوقع أنك ستشهد الاستقلال وذكراه وربطا بالأحداث التي كانت تدور من حولك؟ هو سؤال كثير مهم، وبيعيد الإنسان لفترات تجاوزت 60 سنة يعني من دلوقتي. وفعلا الرد المختصر هو أنه الأمل في أنه ميلاد وطن إريتري لم يفارق الشعب الإريتري منذ اللحظة الأولى. وده كان من الأربعينيات، جيل الآباء في الأربعينيات بعد هزيمة إيطاليا ودخول الاحتلال البريطاني لإريتريا، تزامن مع الرغبة الأكيدة والحلم اللي مثلوه هؤلاء الآباء في إيجاد وطن مستقل، وطن حر، شعب حر. لكن للأسف رغبات الشعب الإريتري في إيجاد وطن برضو جت مع رغبات القوى الكبرى، أمريكا، بريطانيا، والجيران في إثيوبيا، اللي كان من مصلحتهم أنه لا يولد هذا الوليد وينتهي أو يوعد في وقت يعني. لكن إصرار الشعب الإريتري على انتزاع حقه وبعد دفع الكثير من أبنائه، ومن فلذات كبده، ومن ماله وحرقه ودمه، قدر ينتزع هذا الحق، أولا بالنضال السياسي، وبعد كده بالنضال أو بالكفاح المسلح اللي أعلنوا الشهيد البطل حامد إدريس عواتي في 61 في أدال، واللي الشعب الإريتري كله تقريبا التف حوله وواصل جيل بعد جيل إلى أن
حقق هذا الحلم في 24 مايو. ولدت إريتريا، لكن للأسف هذا الميلاد برضو تزامن زي ما في الأول ميلاد أو بدايات المشروع الوطني بالآباء الشهيد عبد القادر كبيرة والشهيد إبراهيم سلطان وكل من كانوا معهم من الأبطال في تلك الفترة، ودخل في مشكلة أو دخل في أو تعارض مع رغبات القوى اللي كانت تحاول أنه لا يمكن أن توجد إريتريا، بل تكون إريتريا جزء من إثيوبيا، لأن إثيوبيا الدولة يعني محتاجة إلى هذا الوطن، ليس للشعب ولكن محتاجة للممر البحري وأن تكون في هذا المكان الاستراتيجي من العالم، واللي هم بيعتبروه أو الإثيوبيين أو غيرهم بيعتبروه أن هذا البحر الأحمر لو إريتريا تحررت حيكون بحر لقوة وطنية بالجانبين، الشاطئ الغربي والشاطئ الشرقي. ولذلك إثيوبيا كانت الرغبة بتاعتها موجودة في أنه تقتل هذا وفعلا في 24 من مايو سنة 1991 مع أنه الفرحة كانت فرحة كبيرة ولا توصف، لكن وجدت هذه الفرحة نفسها قبل أن تنطلق، يعني ما خرجت من أفواه الناس وإلا ماتت، لأنه سياس كان عنده وجهة نظر ثانية، ما يكون مخالف لو الواحد قال أنه كان يلتقي مع نفس الفكرة اللي كانت عاوزة توعد النضالات الآباء في الأربعينات. ولذلك نجد نفسنا أنه مع أنه انتزعنا هذا الوطن واستقل بعد دفع المهر الكبير الشعب الإريتري من دمائه ومن أبنائه، لكن رغبة سياس في أنه هذا الحلم وهذه الفرحة لا تتم ما تمت يعني. وهزيمة إثيوبيا وخروجها مدحورة من إريتريا في 24 للأسف ولد أزمة جديدة للشعب الإريتري، واللي لغاية اليوم الشعب الإريتري بيعاني منها، وبيعاني من أنه الاسم إريتريا موجود في العالم ومعترف به، لكن الشعب الإريتري في الداخل ما في حد معترف بنضالاته ولا بدوره. ولذلك بنلقى نفسنا أنه بعد 33 سنة من الاستقلال الاسمي أنه نحن ما زلنا في وضع أسوأ مما كان، لأنه المسألة بقت تبديل ديكتاتور بديكتاتور آخر، يعني هيلة سلاسي وبعد منغستو وبعد سياس. ده فعلا بيأثر في المعنويات وبيأثر في الأولويات بتاعت الناس. لكن البدايات الصحيحة للمشروع الوطني من الآباء ما زالت هذه الروح موجودة، بالرغم من أنه ممكن نقول أنه قد تضعف في بعض الأحيان، وقد يفتكر الإنسان أنه ما في أمل. لكن إجابة على سؤالك، الأمل اللي كان ونحن لسه شباب ما زال هذا الأمل موجود، وإن شاء الله حيتحقق بنضالات الشعب الإريتري كله. جميل جميل أستاذ إبراهيم. لازلتم مستمعين الأعزاء مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وأفراح الاستقلال وتساؤلات الاستقلال وأحزان الاستقلال في نفس الوقت.
هذه إذاعة إرنا. أستاذ إبراهيم، ذكرت في معرض حديثك، أستاذ إبراهيم قدم المناضل المعروف، ذكرت في معرض حديثك أنه كان الاستقلال هو حلم كل الإريتريين، ومنذ 91 كان الشعب يتوقع أشياء كثيرة يحقق أهدافه من الاستقلال والحرية، لكن السياس اتجه غير هذا الاتجاه الوطني، ولا نزال حتى اليوم 33 سنة حلم الأجداد والآباء لا زال في وجداننا، ولكن على أرض الواقع ما شايفين إلا ما نتساءل عليه ونحزن عليه. لكن سؤال يطرح نفسه، هذا ما تفضلت به ملخصا، لكن سؤال يطرح نفسه أستاذ إبراهيم، المسألة بتاعت يعني أن تنحو سفينة الوطن وسفينة الإنقاذ والحرية والتحرير، أن تنحو اتجاه غير وطني، هل لرغبة شخص واحد؟ يعني قول شخص واحد إنه هذا الخلق الإريتري كله يجر في اتجاه واحد، ومش سنة سنتين 33 سنة؟ هل هي يعني هذا الرجل يتمتع بماذا يتمتع؟ يعني هل إذا كان شخص واحد جر الخلق الإريتري ده كله نحو الهاوية، أم هي مسألة منطلقات؟ برضو المسألة لها منطلقات تنظيمية وفكرية ذاته في نفس الوقت للتنظيم الذي استطاع الدخول إلى أسمرة، أما المسألة هي ذاته مسألة مجتمعية أبعد وأكبر من أبعاد فردية وأبعاد تنظيمية؟ كده فسر لنا المسألة دي كيف أستاذ إبراهيم قدم. شكرا سيدي. هو الحقيقة الوضع اللي نحن نعيشه دلوقتي فعلا مش اللي كان منتظر. يمكن المتوقع والمنتظر كان أنه الإنسان اللي رد في بعد تضحيات يسام مع الاستقلال حيكون في برضه الحرية، الاثنين يعني أرضا وشعبا. والشعب الحرية بالنسبة له بتعني أنه يكون شعب يعيش بكرامة في وطنه، يتمتع بكل الحقوق، حقوق الإنسان اللي من التنظيم والمسلم اللي كلنا بنعرف عن الديمقراطية. لكن للأسف من تولى الأمر كان عنده وجهة نظر ثانية غير هذه، وهذه طبعا أعلنها في 91 عندما قال أنه بعد كده ما في تنظيمات أو ما في أي شيء هيعكر صفو سياسة فرقي من تنظيمات وطنية. وبالتقرينيا قالها بأنه حشوينا والدبات توديه، يعني بعد كده ما في تنظيم إلا تنظيم الجبهة الشعبية، وما في جبهة شعبية إلا السياسة فرقة يعني. وده اللي قاعدين نشهده 33 سنة رجل واحد، مش لأنه الرجل خارق وأنه هو السوبرمان وكل شيء، لكن هو استغل الظروف اللي تاريخية واللي كانت اللي كان يعاني منها الشعب الإريتري. كما تعلم أستاذ أحمد أنه في الأربعينيات حرية إريتريا واستقلالها كان في يعني ممكن تقدر تقول قاب قوسين أو أدنى يعني. لو راح لو تعطل كان حيتعطل 10 سنوات تحت حماية بتاعت دولة أو أمم متحدة. لكن الخلاف أو المشكلة اللي حصلت في الأربعينيات واللي هي أنه جزء من الشعب الإريتري وبتأثيرات من إثيوبيا، ونقولها بالواضح أنه الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية كان عندها دور سلبي، باعتبار أن الأرثوذكس في إثيوبيا والأرثوذكس في إريتريا هم واحد، ولذلك
الدين نفسه دخل في المسألة يعني. كما هو معروف أنه الكنيسة قالت أنه أي واحد ما يقول إثيوبيا ما حيكون عنده آه، حقوق في الكنسية اللي معروفة، يعني أنه في إذا كان هي في التعميد أو إذا كان هي في الوفاة أو غيرها، الكنيسة ما حتشارك فيه، وهو حيكون زي ما يقولوا بالإنجليزي excommunicated، يعني خارج الإطار بتاعت الكنيسة. لذلك هذا الموقف السلبي والخطير اللي وقفته الكنيسة نفسها أثر، بالرغم من أنه مع كده كان لولا تآمر أمريكا وبريطانيا، مندوب الأمم المتحدة اللي زار إريتريا اللي هو مستر أنزو ماتينزو، وقتها كانت الكفة راجحة للقوى الوطنية يعني، لكن ما عاوزين اسمه عشان كده لما شافوا أنه ما حيلقوا هذا الوطن أو ما حيبتلعوه أو ما حيتم إلحاقه بإثيوبيا بسهولة، فبركوا شيء جديد يمشي مع مصالحهم، واللي هو أن يكون في ارتباط غير مقدس بين إريتريا وإثيوبيا بالفederالية. وللأسف ارتباط مع بين يعني أنت لما الواحد حتى لما يحمل لا مؤاخذة الحمار بيوازن عشان يكون في بالانس بين الطرفين، يعني إذا كان بالاتجاه الواحد كنتال أو 100 كيلو بالاتجاه الثاني 50 كيلو، المسألة ما تمشي. لذلك بالفطرة الناس توازن هذا الحمل، وممكن الحمار يواصل مسيرته يعني. بالنسبة لإريتريا وإثيوبيا، إريتريا اللي كان فيها مبادئ بتاعت تطالب بالديمقراطية وفي نفس الوقت تمت انتخابات والبرلمان مكون من 68 عضو. في إثيوبيا وقتها ما كان في حاجة اسمها برلمان ولا حاجة اسمها انتخابات ولا ديمقراطية. كان الناس تسجد لهيلة سلاسي، يعني لما هيلة سلاسي يكون في الشارع الناس من كثرة أنه هو كان بيأهلوه وبيعبدوه كلهم ينزلوا للأرض، يعني ما يشوفوه، جباههم في الأرض والراجل يمر، يعني يمكن يمر حتى لو بالطريقة اللي هم بيعملوها ممكن ما يكون هيلة سلاسي اللي يمر نفسه. ده الوضع اللي كان في الأربعينات، وربطوا به إريتريا مع إثيوبيا ظلما، وبين بلد فيه نوع من الديمقراطية وبلد لا يعرف الديمقراطية ولا لم يسمع عنها، لكن لأنه مصالحهم. وده طبعا قالوا وزير خارجية أمريكا وقتها جون فوستر دالاس بأنه إريتريا تستحق أن تستقل، لكن المصالح الأمريكية تقتضي أن نحن نوقف ضد هذا الاستقلال يعني. ولذلك ربطوا إريتريا بإثيوبيا فيدراليا لمصالحهم، والمصالح كانت موجودة تتمثل في قاعدة كانيو ستيشن اللي كانت في أسمرة، وكذلك في القاعدة الجوية اللي كانت في قرع في كولوكزاي. ده كله كان من أسمر نفسها كانوا هم بيتحكموا أو يتجسسوا على كل المناطق اللي شمال إريتريا، وهم طبعا هدفهم هو الاتحاد السوفيتي وقتها يعني. من أسمرة، ولأنه الوضع مناسب حوالي 2000 متر فوق سطح البحر، يقدروا
كما تعرف أنه وقتها ما كانت الأقمار الصناعية وأقمار التجسس اللي دلوقتي العالم يعني السماء بقت مزرعة عليها يعني. لذلك كانوا من هذه القاعدة بيتحكموا في أو بيتجسسوا على الاتحاد السوفيتي ويحموا مصالحهم. واللي بعد الثورة في إثيوبيا ومجيء منغستو طبعا رحلوا من قاعدة كانيو ستيشن إلى قاعدة تياغو غارسيا في المحيط الهندي. ما بعرف هل نفس الاسمين تقوم بدور ده، لكن كما تعرف أن حتى الاتحاد السوفيتي في التسعين و91 أنهوه، وبدأت بدل ما الاتحاد السوفيتي بدأ البلد بقى اسمه روسيا يعني، أو دولة واحدة. هذه الوضع اللي نحن كنا بنعيشه في إريتريا في الوقت ده، عندما كان جزء كبير يطالب بالحرية والاستقلال وجزء يطالب بأنه نرتبط بإثيوبيا، واللي هو حزب الأندنت أو حزب الوحدة. هذه الموقف نفسه كان عنده كثير من التداعيات أو كثير من الرواسب، بالرغم من أنه جبهة التحرير الإريترية حاولت بشتى الطرق في أن هذه المسألة ما تأثر على الإنسان الإريتري، ولا بد من أن الإريتريين يكونوا مسيحيين، يكونوا مسلمين، يكونوا من المرتفعات، يكونوا من المنخفضات، كلهم يلتحقوا بالثورة، ويكون المطلب الوحيد لهم هو استقلال إريتريا. وفعلا يعني من كان يحمل سلاح إثيوبيا من الميليشيات معروفين بنج لباش ومن الكوماندوس اللي دربتهم إسرائيل، وشان الحرب تكون حرب إريتريا بدلا من تدخل الإثيوبيين، لكن لا الكوماندوس نفع ولا غيره. إثيوبيا نفسها الجيش بتاعتها اللي كانت تعتبره أنه جيش قوي وجيش متمرس، وبيقنوا له بأنه هو كان شارك في حرب كوريا والكوريتين يعني بين الشمال والجنوب، لكن ده كله فشل في طيب يرجع أستاذ الشعب إبراهيم، عفوا بقى. عفوا أيوه عن المقاطعة أستاذ إبراهيم، فالأزمة هل هي أيوه أزمة شخصية، أزمة تنظيمية، أم أزمة مجتمعية ما نعيشه؟ أيوه. لا هو ما تقدر تقول أزمة تنظيمية، لأنه التنظيمات دي ممكن تكون موجودة أو غير موجودة، لكن أنا اللي قاعد أقوله هو هذه الأزمة كانت في المجتمع، يعني لأنه كان المجتمع منقسم في الأربعينيات. مم. وإسياس نفسه لما جاء يعني ما قالها علنا، لكن هو جاء عشان دفاعا عن جهة محددة، واللي هي أنه نحن على ما نان أو نحن وأهدافنا تشبه زي ما في المافيا في إيطاليا اللي يسموا نفسهم كوزا نوسترا يعني، أو قضيتنا، واللي هم المظلومين في إيطاليا في جنوب إيطاليا والفقراء نقدر نقول كانوا بينظموا نفسهم. السياس قال أنه نحن على ما كان، لأنه هو بيتهم الجبهة أنه هي آه، المسيحيين وأبناء الكبسة مستهدفين من الجبهة، لكن ده طبعا كلام ما له أي أساس من الصحة، لأن جبهة التحرير الإريترية كانت تمثل كل الشعب الإريتري، وكان في الشعب الإريتري كله موجود في هذه البوتقة اللي هي اسمها جبهة التحرير. عشان كده الأزمة هو حاول عملها مجتمعية، ولحد ما نجح في أنه يعني يكون في الثقة نفسها ما تكون زي ما كانت أيام الكفاح المسلح، الإنسان يناضل وكله همه أنه استقلال إريتريا لا غير. لكن مم. دلوقتي ونحن شايفين يعني إريتريا نفسها يعني فيها مقياس دبل ستاندردز يعني.
أنا لما أكون في المرتفعات أشوف قرى فيها كهرباء وفيها كل تقدم من مدارس وغيرها وغيرها، ولما أنزل للمنخفضات وتحديدا القاش وبركة ما ألقى فيها لا المدارس ولا المياه، حتى الآبار الناس ما فكرت في أن تعمل لهم، يعني حياتهم اللي كانوا بيعيشوها في الأربعينات هي الحياة اللي قاعدين يعيشوها. عشان كده الأزمة هي أزمة مجتمعية من وجهة نظري، نعم. وما حتنتهي إلا أنه نحن نعقل ونفكر في أنه التماسك اللي كان موجود خلال الكفاح المسلح يعني نستعيده عشان نقدر نحقق الجزء اللي باقي واللي هو حرية جميل. المواطن. جميل أستاذ إبراهيم. ومن هذا المنطلق اللي هو نفكر لحل الأزمة طالما هي أزمة مجتمعية، ولكن للحاكم برضو وحاشيته أدوار وأهداف ومشاريع وأحلام كذلك. سنتوقف هنا أستاذ إبراهيم، وأسفين أنه أنت عندك لقاء بعد 10 دقائق وحتمشي مننا، وأشكرك على أنك أنت برضو تحملتنا، لكن للحديث بقية إن شاء الله. وسنبدأ، عرفنا الأزمة ما هو الحل، وأنت أشرت إليها أن نعيد الوحدة ونعيد التفكير والتخطيط. طالما شخصنا الأزمة هي أزمة مجتمعية، ما هو دور كل واحد فينا ودور التنظيمات ودور برضو السلطة الحاكمة. وفي السلطة الحاكمة ذاته برضو ما كل المنخرطين في الحكم الموجودين الآن هم راضين عن ذلك. هذا ما سنناقش معك إن شاء الله أستاذ إبراهيم في الحلقة القادمة من برنامج متابعات من إذاعة إرينا الدولية من باريس. أشكرك باسم كل المستمعين الأستاذ المناضل إبراهيم قدم. شكرا أستاذ أحمد، وأرجو أن أكون قد سلبت بعض الضوء على المرحلة اللي نحن قاعدين نعيشها، وأرجو الحلم الموعود يعني أنه نعيد فيه الروح، إن شاء الله وطن ده يكون وطن يسع الجميع، الجميع. كلنا يعني وطننا هو. وشكرا أستاذ أحمد. شكرا لك مجددا باسمي وباسم كل المستمعين. أعزائي المستمعين، كان معكم المناضل الأستاذ البشمهندس إبراهيم قدم، حيث يقيم في مهجره غير الاختياري، وهو مناضل قديم منذ الستينيات ولم يعد إلى إريتريا. من هنا نحن في أستراليا كمراسل لإذاعة إرينا، أحمد شريف يحييكم في الداخل والخارج المستمعين يعني، ويتمنى لكم عاما سعيدا وعيدا مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. دراسة بحثية لموقع الجزيرة نت تقول إن الصحافة الإريترية تواجه صعوبات جمة في الداخل والشتات. رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم يوقع اتفاقا مع بعض قيادات الحركات المسلحة ينص على علمانية الدولة المدنية. ومقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في تحطم طائرة مروحية، والمرشد يكلف نائب الرئيس بتولي مهام الرئيس لحين إجراء الانتخابات. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرينا.